وليد كتم نفسها وبصلها وقال: لو فكرتي بس تطلعي نفس بصوت عالي هيبقى آخر نفس ليكي. ألماظة هزت راسها برعب، قام شايل إيده وقال: أنا هتعامل معاكي بهدوء ومش هأذيكي طول ما انت شاطرة وبتسمعي الكلام. انت عايز مني ايه؟ أبوس إيدك امشي وسيبني في حالي. ما تقلقيش، قلتلك مش هأذيكي، أنا هاخد اللي أنا عايزه وأمشي. بالله عليكي اعتقني لوجه الله، أنا ما عملتش فيكم حاجة وحشة. بقولك إيه، اسمعيني من غير مناهدة وكلام كتير. في حاجات هنا في الشقة تلزمني، هاخدها من سكات وهمشي، لا من شاف ولا من دري. ألماظة وهي موطية صوتها وكاتمة عياطها: ما هي حماتي هتتهمني، أنا فيها وأنت عارفها مش هتسيبني في حالي. أيوة طبعا عارفها وليا سو، بس عموما هي مش هتاخد بالها دلوقتي خالص، ولما تبقى تاخد بالها مش هتقدر تسألك عن الحاجة دي بالذات. وأصلا هي عارفة كويس إن انتي مش معاكي الرقم السري للخزنة. طب انت عايز ايه بالظبط؟ قولي. ما يخصكيش حاجة تلزمني ومش هقولك عليها، المهم تعملي اللي بقولك عليه. بس لو عايزة تطلعي نفسك بره الموضوع زي ما قلتلك يبقى تمشي تروحي لأهلك. وفعلا ألماظة سكتت خالص عشان تشوفوا هيعمل ايه. وكانت المفاجأة إنه فتح الدولاب وكتب رموز خزنة جوزها. ما كانتش عارفة ازاي يعرف كلمة السر رغم إن هي ذات نفسها ما تعرفهاش. لكن وقتها ألمظة ما اتضايقتش ولا حاجة، لأن جوزها كان قايلها إن الخزنة فاضية وما فيهاش أي حاجة. وكانت المفاجأة إن الخزنة مليانة دهب. والمفاجأة الأكبر إن وليد ما جاش ناحية الدهب، وخد ظرف صغير قوي كان جنب الدهب، وبعدها قفل الخزنة ومشي. ألمظة: ظرف؟ انت عامل كل الحوار ده علشان ظرف صغير من بتوع اعياد الميلاد؟ طب كنت خد 5 جنيه واشتري لك واحد، ده انت حرامي قنوع قوي. اخرس يا بت وما تتكلميش خالص، انت ما تعرفيش الظرف ده معكنن عليا حياتي ازاي. طب كنت قولي وانا كنت جبتهولك، بدل ما تدخل كده وانا نايمه، او حتى كنت دخلت الشقه وانا مش فيها، واكيد يعني ما كنتش هعرف ولا هفتن عليك. ما انا حاولت ادخلها وانتي مش فيها، بس لقيتك قافلاها بالمفتاح ومعرفتش ادخل. عموما مش فارقة كتير، انتي كده كده مش هتقدري تنطقي ولا تتكلمي علشان عارفة كويس هيحصل فيكي ايه. وخرج مطرح ما جه. لكن ألماظة قعدت في دماغها كلام وأسئلة كتير قوي. وعدى اليوم وجه تاني يوم. ألماظة بتكلم جوزها وبتقول: والله غصب عني يا حبيبي، مش عارفة أتلم على تليفوني، والدتك كل شوية طلبات طلبات، وعيال اخواتك فوق دماغي طول الوقت، يعتبر مش مفرقوني غير وقت النوم. هو انت مش قلتلي انهم مش قاعدين هنا؟ ما هم مش قاعدين في البيت، هم بس بيروحوا لماما زيارات، وانا مجهز لكل واحد فيهم شقة في البيت عشان تيجي عليها. يعني تقصد انهم بيجوا زيارات بس ويمشوا؟ اصلا انا ملاحظة انهم مقيمين هنا. لا لا لا، مش مقيمين ولا حاجة، الموضوع زي ما أنا قلت لك. المهم عايزك تخلي بالك من ماما وما تزعلهاش منك. لا أبدا، ما تقلقش، أنا بس محتاجة أروح لأمي كام يوم أغير جو كده، بس مامتك بتقولي بلاش أروح وأخليهم هما اللي يجولي، وأنا بيتنا وحشني قوي. طب اديني ماما أكلمها وأنا هقنعها. ادت أمه التليفون والأم قالت: ألو، أيوة يا حبيب أمك، أعمل إيه يا ضنايا؟ بتاكل كويس؟ أيوة يا ماما، أنا كويس الحمد لله. من فضلك يا ماما سيبي ألماظة تروح تزور أهلها كل فترة كده، ما تضايقيش عليها قوي يعني. يا حبيبي أنا بس خايفة عليها لحسن جيرانهم هناك ينقوا عليها ولا حاجة، بحافظ لك عليها. معلش يا ماما، اسمعي كلامي وخليها تروح تشوفهم براحتها. طيب ما فيش مانع، بس كل أسبوعين مرة، مش عمال على بطال عشان السكة ومصاريفها، ما انت عارف يا ابني. ماشي يا أمي يا حبيبتي، اللي تشوفيه طبعا. وبقول لها قدامك أهو، الكلام ده مش من دلوقتي، ده من بعد شهر كده، عشان تكون اتطبعت بطبعنا وفهمت كل حاجة، بعدها بقى تبقى تروح لأمها. وطول الشهر ده وألماظة لا عارفة تطلع شقتها تكلم جوزها على انفراد، ولا عارفة تفضفض مع أهلها،
ولا حتى بسنت صاحبتها في التليفون. وكان شهر طويل عريض لحد ما أخيرا جه ميعاد زيارتها لأهلها. يومها قعدت مع أمها وقالت: أنا مش مصدقة، والله يا ماما، ده أنا كل يوم أكتشف حاجة شكل. الظاهر كده إن إحنا اتسرعنا في الجوازة دي. احكي لي يا حبيبتي، أنت شكلك معبية كتير قوي. تخيلي يا ماما، ما بعرفش أطلع شقتي كل يوم غير الساعة 1 بالليل. ولما جبت آخري وقررت أتكلم وأشتكي لحماتي إني محتاجة أطلع شقتي، تخيلي قالت لي إيه؟ تلاقيها قالت لك إنها مش حابة تقعدي لوحدك وعايزاكي تقعدي معاها تونسيها. أونسها إيه بس يا ماما؟ ما بناتها معاها طول النهار. دي قالت لي: هتطلعي تعملي إيه؟ ما هو يا إما تفتحي الشاشة، يا إما هتعملي أي حاجة تانية وتولعي النور، وفي الحالتين كهرباء ومصاريف زيادة. خلينا معاه، خليكي معانا هنا أحسن، واطلعي شقتك على النوم وبس. يا لهوي، هي الست دي بخيلة ولا إيه؟ لا يا ماما، بالعكس، دي كريمة قوي وعيشتهم مرتاحة، بس بحس إنها بتعمل كده معايا أنا لوحدي. طب هو أنتِ يا بنتي مش قُلتِ إن بناتها بيروحوا ليها زيارة ويمشوا؟ أنا ملاحظة إنهم قاعدين بقى لهم كتير أوي. ما هو ده بقى يا ماما اللي ما عرفتش أقول لكم عليه في التليفون، عشان حماتي بتبقى سامعاني. دول يا ماما طلعوا مقيمين معاها في البيت على طول، وكل واحدة ليها شقتها. يا أختي، أُمّال ليه جوزِك طلب منِّك تعيشي مع أمه وأبوه علشان لوحدهم؟ كان بيكدب عليّا يا ماما عشان يجر رجلي وأروح أعيش معاهم، وبعدها أرضى بالأمر الواقع. لإن أنا استدرجت العيال، عيال إخواته في الكلام، وعرفت إنهم مقيمين هناك ومن زمان أوي كمان. شُفتِ بقى يا ماما؟ لأ بقى، ده في الحالة دي يبقى في كلام تاني. طالما بناتها معاها يبقى بيت أبوكِ أولى بيكِ في غياب جوزِك. قولي لي يا بت، جوزِك بيبعت لِك كام في الشهر؟ ما بعتليش حاجة والله يا ماما، ده بعت لأمه، وهي قالت لي إنها متعودة تمسك المصروف، وحسبت لي أجرة السكة وأنا جاية بالجنيه قبل ما تديهولي. لا، ده أبوكِ كده هيتكلم معاهم كلام تاني خالص لحد لما نشوف الحكاية بالظبط. وبالليل الأب كلم جوز ألماظة، وجوز ألماظة رد عليه وقال له: يعني إيه يا عمي ده؟ يعني يبقى عندي بيتي وأهلي ومراتي تروح تعيش بعيد عن بيتها؟ طب وهي دي برضه أصول؟ الأصول يا ابني إن بنتنا تعيش وسطنا لحد لما ربنا يكرمك وتنزل بالسلامة، وقتها ابقى تعالى خدها في بيتك. بس أنا كده أهلي هيزعلوا ويقولوا إني مش عارفة أسيطر على مراتي وأخليها تعيش في بيتها. يا ابني، أنا بنتي وافقت تعيش هناك عشان فكرنا والدتك ووالدك لوحدهم، لكن دول ما شاء الله معاهم إخواتك بجوازاتهم وبعيالهم، وطول الأيام اللي فاتت كانت خدامة ليهم. ترضى أنت الكلام ده لأختك؟ يعني أنت يا عمي شايف كده؟ أيوة يا ابني، شايف كده، وهي دي الأصول. قفل مع عمه واتصل بوالدته وحكى لها كل اللي حصل. طبعا الدم غلي في عروقها، وقالت له: طب اعمل حسابك بقى، حسك عينك تبعت لها مليم واحد. مش خلاص اختارت تعيش عند أهلها، يبقى هما يصرفوا عليها من جيبهم. بس يا ماما، أنا مش راضي عن قعدها هناك، أنا كنت عايزها تعيش عندكم وسطكم تعوضكم عن غيابي. والله العظيم لا بكرة ترجع زي الكلبة وتبوس الأيادي عشان تعيش وسطنا. هما الأهل بيستحملوا مصاريف بنتهم قبل الجواز، لما هيصرفوا عليها كمان بعد الجواز؟ طب ما احنا أهو يا أمي بنصرف على فاطمة هي والناطع جوزها. أمال هو عامل إيه دلوقتي؟ أهو متلقح. قال إيه؟ بيشتغل أونلاين وبيبيع ويشتري. جاتوا نيلة في خيبته وفي خيبة أختك اللي دبستنا فيه. مش انت اللي اتحايلتي عليا يا ماما عشان اوافق عليه واوافق على جوازتهم؟ اشربوا بقى. اعمل ايه بس؟ ما هي اختك الموكوسة اللي شبطت فيه وقالت هموت نفسي لو ما اتجوزتوش، وهو كل خناقة والتانية يعايرها عشان هي اللي طلبت تتجوزه. يعايرها براحته، ما هي اللي عملت في نفسها كده. انا اللي يهمني انه ما يقدرش يسيبها ولا يطلقها عشان وصل الامانة اللي واخدينه عليه. ما هي مش هتشبط فيه وكمان يجي يسيبها ويكسر قلبها. والله يا ابني جوازات اخواتك كلها مايلة. نسرين اختك برضو بتشتغل وبتصرف على النطع جوزها. يلا بقى، هنقول ايه؟ المهم خلينا في موضوعنا. انا مش عايزاك ترد على مراتك ولا تكلمها ابدا، عشان تعرف ازاي تكسر كلامك وتعصي اوامرك.
وهم بقى لما هيتقلوا من مصاريفها هيبعتوها على هنا. وفات أسبوع وسامح ما كانش بيرد أبدا على مراته ولا بيكلمها، وهي كانت عارفة إنه بسبب قعدها عند أهلها. وقتها نصحتها بسنت صاحبتها وقالت: يا ألماظة، انت ما شفتيش منه حاجة وحشة، حاولي تلمي الموضوع. يعني أعمل إيه يعني؟ ما انت شفتي إزاي بيمشي ورا كلام أمه، ما عبرنيش ولا كلمني. ما هو عنده حق برضه يزعل، انت دبستيه وخليتي والدك كلمه وفاجئه بالموضوع، كان واجب تاخدي رأيه قبلها برضه. يعني انت من رأيك إن أنا غلطانة؟ أيوه طبعًا غلطانة، هو أنتِ لحقتِ تتجوّزي عشان يحصل بينكم خلافات؟ وبعدين ما كانش ينفع ترجعي في اتفاقِك معاه، وفيها إيه يعني لمّا تقعدي مع أمه؟ يا بنتي أمه مشغّلاني خدّامة عندهم ومطلّعين عيني، مش أحسن من قعدتِك هنا بين 4 حيطان؟ يا خايبة، يمكن بيختبرِك أو بيشوفِك قد المسؤولية والّا لأ، اسمعي منّي وكلّميه وصالحيه، بس بابا وماما هيزعلوا منّي لو عملتِ كده. يا أختي المهم جوزِك هو أهم من أي حد، راضيه وصالحيه وارجعي شقتِك وعيشي في خير جوزِك، ما حدش بينفع حد. لأ يا بسنت، بابا وماما قالوا لي إنه ابن أمه، وعشان كده سايبهم يمرمطوا فيّا ويخدموني عندهم. اسمعي بس مني، أي راجل في الدنيا بيبقى كده طول ما مراته بطولها، لكن انت لو معاكي حتة عيل شاغلك حماتك مش هتقدر تقولك انزلي اعملي حاجة، وجوزك وقتها هيشيلك على راسه. طب ودي أعملها إزاي بقى؟ ما هو على يدِّك مسافر ومتغرّب وأنا ما حملتش. أنا لو مكانِك تعملي إيه بقى؟ تروحي تعيشي مع أمه وتسايسي أمورِك، وقتها بقى تعرفي تاكلي بعقله حلاوة ويعمل لِك زيارة تانية، وأهو ربنا يكرمِك وتحملي. إيه رأيِك؟ صدقيني العيال هي اللي بتربط الراجل وتعقّله، وعلى رأي المثل: الزن على الودان أمَرّ من السحر. ألماظة اقتنعت بكلام بسنت، لأ وكمان أقنعت أهلها بيه، وعاشت خدامة لأمه وإخواته لحد ما فعلا راحت لجوزها زيارة مرة تانية ورجعت من عنده حامل. وفي يوم كانت ألماظة وحماها وحماتها وبناتهم بجوازهم بعيالهم قاعدين بياكلوا، وبعدين فاطمة قالت بقرف: إيه القرف ده؟ مين اللي عامل الملوخية دي؟ الأم ردت وقالت: ما انت عارفة إن ألماظة اللي بتطبخ، مالها الملوخية؟ دوقي كده يا ماما، طعمها وحش قوي وملحها زيادة جدا. استني كده اما ادوق. ايوه فعلا ملحها زايد قوي يا الماظة، مالك يا بنتي خبتي كده ليه في الاكل؟ ما بقاش يتبلع، هو مال سايب ولا مال سايب؟ يا طنط ما انا قلتلك وانتي ما صدقتنيش، انا معدتي مش قابله الاكل وقرفانه، عشان كده بطبخ وانا مش قادره اشم ريحه الاكل ولا ابصله ولا ادوقه. نسرين اخته ردت وقالت: يعني إيه بقى الكلام ده إن شاء الله؟ يعني المفروض نتعود على أكلِك الوِحِش ده ونسكت؟ يا أختي ما كلنا كنا حوامل وبنطبخ لجوازاتنا عادي، والّا أنتِ بقى اللي ما فيش منِّك اتنين؟ ما حدش زي التاني يا نسرين، يمكن أنا حملي صعب شوية، والله غصب عني. أنا من رأيي تطبخوا أنتم الفترة الجاية، عشان غصبٍ عني بقى، نِفسي مش جاية للأكل والأكل ما بيطلعش حلو. الحما ردِّت وقالت: نعم يا أختي، بقى أنتِ بتتحكمي فينا وأنتِ بطنِك لسه ما كبرتش قدّامِك، أُمّال لمّا تخلّفي العيّل ويمسك فيكِ طول الوقت ويعيّط هتعملي فينا إيه؟ هنشتغل خدّامين تحت رجليكِ بقى. يا طنط أنا ما قُلتش كده، أنا باقول تطبخوا لنفسكم أكل حلو، عشان أنا أكلي مش حلو. بقى بناتي أنا يُقفوا ويتعبوا ويطبخوا، أُمّال أنتِ لازمتِك إيه؟ أنا بناتي يا روحي مش بتوع بهدلة ولا مرمطة، أُمّال أنا مخلّياهم عايشين معايا ليه؟ ما هو عشان ما اخلّيهمش يتعبوا نفسهم. ما أنا كمان بنت ناس يا طنط، ولو أهلي عرفوا باللي بيحصل ده هياخدوني عندهم ومش هيجيبوني هنا تاني. نسرين ردت وقالت: أنتِ بتهددينا يا بت أنتِ والّا إيه؟ مع السلامة يا أختي والباب يفوّت جمل. وقامت شدّاها من هدومها رمياها برّه الباب. ألماظة كانت مع بية البيت، خبّطت عليهم عشان يدّوها لبسها وتعرف تمشي، لكن ما حدش رضي يفتح. أم ألماظة كلمت سامح في التليفون وهي بتعيط وقالت له: يرضيك كده يا سامح يا ابني؟ يرضيك عمايل أهلك في بنتي؟ دول طردوها بعباية البيت، لولا الجيران الله يسترهم هم اللي ستروها، ادوها عباية وركبوها المواصلات على حسابهم عشان تيجي. بقى هي دي الأمانة اللي احنا سايبينها لك وسايبينها لأهلك يقوموا يعملوا فيها كده؟ يا طنط ما هي اللي شتمتهم
وطولت لسانها على أمي وإخواتي. أنا بنتي ما بتطولش لسانها على حد، دول هم اللي عاملين عليها رباطية. لا يا طنط لو سمحتي ما تقوليش على أهلي كده، أهلي طيبين وبيتعاملوا معاها بما يرضي الله. ألماظة هي اللي مش عارفة تبلع عليهم ولا تتعامل معاهم، وكمان شايفة نفسها وهم بيقولوا لي كل حاجة وأنا ساكت. والله يا ابني أنت ماشي ورا كلامهم عشان هم أهلك، ويمكن عشان أنت بعيد مش شايف حاجة ولا تعرف اللي بيحصل. الخلاصة يا طنط إن حضرتك تخلي ألماظة ما تكبرش الموضوع وترجع على البيت. لا، بيت ده إيه؟ إحنا نسينا موضوع البيت ده نهائي. أنا بنتي هتولد عندي وتربي ابنها عندي لحد لما تيجي أنت بالسلامة من سفرك وتبقى تشتري لها شقة بعيد عن بيت العيلة. لا طبعا، أنا مش ممكن أسيب بيت العيلة. البيت ده أنا اللي بنيته طوبة طوبة عشان ألم الشمل كله فيه. ببساطة كده بنتك جاية تهد كل حاجة وتفرق بينا. بص يا ابني، انت من الاول ما كنتش واضح معانا وخبيت علينا حوار اخواتك البنات وانهم معاكم طول الوقت في البيت. احنا دلوقتي من حقنا نضمن لبنتنا جو هادي. عموما يا طنط براحتك، بس طول ما هي عندكم انا مش ملزم اصرف عليها ولا اولدها. اتكفلوا انتوا بكل حاجه، ومنين ما ترجع البيت هبقى ملزم بيها. وهو احنا يا ابني ما نقدرش نصرف على بنتنا؟ براحتك يا حبيبي، وخليك ماشي ورا كلام اهلك. مع السلامة. ألماظة فضلت تعيط وتتحسر على جوازتها، وقالت لأمها كان إيه عليا بالجوازة المهببة دي؟ اتغرينا فيها عشان بيسافر بره وقلنا هيعيشني عيشة مرتاحة. دخل عليا بالحنجل والمنجل وأغراني بالهدايا، وكانت النتيجة إيه؟ مسافر بعيد عني وأنا اللي قاعدة في الهم لوحدي. لو كان هنا وشايف عمايل أهله فيا ما كانش هيعمل فيا كده. ربك هو العدل يا بنتي، ما يرضاش أبدا بالظلم، ومصير جوزك يعرف قيمتك وأهله يشيلوكي على راسهم. دول ناس مش كويسين يا ماما، لا أخلاقنا ولا تربيتنا، مستحيل أعيش وسطهم تاني. خلينا كده بس نتقل على جوزك شوية، ولو حاول يكلمك ما ترديش لحد ما يستسلم ويعمل لك اللي انت عايزاه. أنا ما اضمنش يحصل فيكي إيه لو رحت هناك. دول كانوا يا بنتي هيفضلوا يخدموكي تحت رجليهم لحد لما تخسري اللي في بطنك. آه والله يا ماما، دي الولية حماتي كانت كل 3 أيام تخليني أمسح السلم كله، ومش من قدامي بس، ده من أول سلالم بناتها لحد مدخل البيت، لحد ما حيلة هد ولا بناتها بيحكموا عليا أغسل لهم السجاد. يلا يا بنتي منهم لله، انتي بقى كل ده ادخلي اوضتك ارتاحي شوية. وفي شقة فاطمة، فاطمة بتقول انت رايح فين؟ لمم هدومك ورايح على فين؟ رايح أعيش في شقتي وسط أهلي، أنا خلاص قرفت من العيشة معاكم هنا وجبت آخري. دخلت أم فاطمة عليهم وهي بتتكلم بالعين والحاجب وبتقول تروح على فين يا عينيا؟ انت ناسي ولا فكرك؟ انت لو خرجت من هنا ولا فكرت تطلق بنتي هتقضي بقية حياتك في السجن. أولا أنا مش هطلق مراتي، أنا مش شايفها رخيصة عشان طلبتني للجواز زمان زي ما انتوا شايفينها. بالعكس أنا بحبها وشايفها ست الكل، لكن لو هي عايزاني تيجي تعيش معايا في بيت أهلي. تروح معاك فين يا شحات يا جعان؟ عايز تاخدها تعيش مع أمك وأبوك بياعين البامية والملوخية؟ ده انت تبقى اتجننت. والله أهلي اللي بتتريقي عليهم دول أنضف منك، على الأقل بيخافوا ربنا. ولسه بيطلع بره عتبة باب الشقة قالت له انت ناسي ان احنا واخدين عليك وصولات امانة على بياض يودوك ورا الشمس. طلع الوصولات من جيبه وقال تقصدي دول؟ وطلعهم وطلع الولاعة من جيبه التاني وولعهم قدام عينيها في طفاية السجاير. فاطمة قالت هي يعني ايه؟ يعني انت كده خلاص هتسيبني؟ مش وصولات الامانة يا فاطمة اللي كانت منعانا طلقك، ولكن كانت معيشاني في سجن في البيت ده. أنا همشي، ولو عايزاني تعالي معايا وتنسي بيت أهلك ده عشان مش هتدخلي تاني. الأم ردت عليه امشي يا جربوع اطلع بره، بنتي عمرها ما هي رايحة مع واحد شحات زيك، وارمي عليها يمين الطلاق دلوقتي حالا. لا استنى، أنا مش هقدر أبعد عنك، هجيب هدومي يا أخويا وأجي معاك. هتسيبيني يا فاطمة وتمشي؟ دي آخرتها يا بنتي. أيوة يما، أنا بحب جوزي ومش هقدر أعيش من غيره. لمت هدومها ومشيت معاه رغم كل محاولات أمها إنها تقعدها.
وبعد كام يوم نسرين نزلت لأمها شقتها وقالت: أنا عايزة أبلغك بخبر حلو أوي يا ماما، كنت مستنية يتم على خير عشان أقولك. هو في أخبار حلوة بعد اللي أختك عملته؟ أيوة يا ماما، أنا جايلي إعارة برا، أنا وممدوح جوزي، وبدأنا في إجراءات السفر. إيه؟ هتسافروا؟ هتسيبيني أنت كمان؟ مش كفاية أختك بعتني وأخوكي متغرب؟ أنا مبقاليش حد غيركم، أبوكي راقد في السرير على طول تعبان وغايب عن الدنيا، هقعد مع مين؟ معلش يا ماما، حقك عليا، بس دي فرصة العمر بالنسبة لي أنا وممدوح، وما نقدرش نفوتها. ربنا معاكي يا بنتي، وربنا يصبرني يا رب على بعادكم. اتصل سامح بألماظة وقال: عشان خاطري يا ألماظة ارجعي بيتك، أنا أمي بقت نفسيتها وحشة قوي من كتر القعدة لوحدها، إخواتي سابوها، وأنا زي ما انت شايفة، وهو حد قالك عني ده مش دوري إن أونس أمك والله. معلش، حقك عليا، انت كل اللي فات، وأنا هعوضك وهعملك كل اللي انت عايزاه. اللي أنا عايزاه انت ما قدرتش عليه يا سامح، عشان انت روحك في السفر. أنا عاوزة راجل يحميني ويحتويني ويعيش معايا كل تفاصيل حياتي، لكن انت فين؟ فين وجودك في حياتي؟ مش بلاقيك غير في التليفون وخلاص. هولد اهو، ومش هتشيل ابنك أول ما يتولد. احنا ما كناش لبعض من البداية يا سامح. يعني انت عايزة تتخلي عني يا ألماظة؟ طب أنا غلطت، وأهلي كمان غلطوا في حقك، وماما قالت لي الحقيقة، تقوم انت تتخلي عني وتبعيني؟ أنا مش ببيعك، لكن بشتري نفسي وابني اللي جاي في السكة. كان من حقي وحق ابني إنه يتربى في حضن أبوه. ابنك لما يكبر هيتعود إنك مجرد شخص بيشوفه في شاشة الموبايل، ولما تنزل أجازات مش هيحبك ولا هيحس بأي مشاعر ناحيتك، بس هو هيحب اللعب الكتير اللي هتجيبها له مقابل غيابك عنه. وراحت قافلة السكة وقفلت معاها صفحة سامح وأهله من حياتها. وفاتت فترة وجه ميعاد ولادة ألماظة. أول ما فاقت من تأثير البنج لقيت سامح واقف شايل النونو، وحماتها قاعدة جنبها مستنياها تفوق. ابتسمت ليها وقالت: الحمد لله على السلامة يا ألماظة، انتوا جيتوا امتى؟ وايه اللي جابكم؟ أنا جيت امبارح من السفر، كنت عارف ميعاد الولادة من مامتك وحبيت أنزل وأعملها لك مفاجأة. أنا خلاص يا ألماظة مش مسافر تاني، وابني هيتربى في حضني زي ما كان نفسي. وأنا يا بنتي مش هظلمك ولا هاجي عليكي تاني والله، نعيش مع بعض بالمعروف، ولو مرتحتيش معايا اقعدي في شقتك في عيشة لوحدك. حقك عليا يا بنتي، الإنسان ساعات بيتغر في الدنيا ويفتري على اللي قدامه. أم ألماظة ردت وقالت: واحنا بنتنا قلبها أبيض وما بتفتكرش دايما غير المعروف وبس، صح يا ألماظة؟ صح يا ماما. ورجعت ألماظة من المستشفى على شقتها، وحماتها اتبدلت معاها نهائي، بقت طيبة وبتخاف عليها، بقت تخاف تظلم حد لحسن يترد ليها تاني، زي اللي عملته في ألماظة اترد ليها بإن بناتها بعدوا عنها. أما سامح فعرف قيمة الأسرة والبيت، وإن السفر مش دايما بيكون خير، ومادام معلي يكفيه ويعمل مشروع يستره هو وبيته يبقى كفاية غربة. أوقات بعد الراجل عن مراته بيسبب جفا ووحدة ومشاكل كتير، وأوقات القرب بيبقى هو الحل لكل المشاكل. يا ريت بقى اللي جوزها متغرب وشايلة الحمل لوحدها وقايمة بدور الراجل والست تقول لنا التجربة عاملة ازاي، وتدعي انه يرجع بالسلامة وربنا يرزقهم بشغل في بلدهم أحسن من الغربة والمرمطة. ويا رب كمان لو الحكاية عجبتكم ما تنسونيش باللايك والتعليق الجميل، لأن اللايك هو اللي بيرفع القصة وبيخليني أنا كمان أتشجع وأعمل لكم حكايات أكتر.